رب العالمين. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا أهل جاهلية وشر، فأكرمنا الله بهذا الخير، أي بهذه الرسالة ووجودك معنا يا رسول الله. إنا كنا أهل جاهلية وشر، فأكرمنا الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم وبارك عليه: نعم. قال: فقلت: يا رسول الله، فهل من بعد هذا الشر خير؟ قال صلى الله عليه وسلم وبارك عليه: نعم، وفيه دخن. فقلت: يا رسول الله، وما دخنوا؟ قال: قوم لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: يا رسول الله، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، وكيف حالهم؟ صفهم لي. فقال: هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. قال: فقلت: يا رسول الله، فما تعهد إلي إن أدركني هذا الزمان؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: عليك بخاصة نفسك، ولا أن تعض على أصل شجرة. هذا الحديث كما ذكرت لحضراتكم في صحيح الإمام مسلم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: الناس كانوا يسألون رسول الله عن الخير، لكني كنت أسأله دائما عن الشر. لماذا؟ لأن الذي يعرف الشر يتقيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. قال: فكنت أسأل رسول الله عن الشر مخافة أن يدركني. فبين صلى الله وسلم وبارك عليه أنه ستمر هذه الأمة بفتن، ونصيحة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه المجملة في هذه الفتن أن عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، أن تفترق كل الجماعات وهذه الفرق كلها فلا تبقى إلا مسلما فقط. أيها المباركون، إن لله سنن لا تتبدل، وقواعد لا تتغير، ثابتة. وإن أعظم وأوضح هذه السنن أن الاتفاق والاتحاد قوة للبيت والأسرة والمجتمع، وأن الاختلاف فرقة وضعف وهوان. قال ربنا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا فتفشلوا، إذا النزاع لا بد أن يتحقق من ورائه الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا. أخبرني عن أي عائلة أو أي بيت أو أي مجتمع أو أي وطن دب فيه النزاع ما مصيره؟ مصيره الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا، ثم ماذا يا رب؟ وتذهب ريحكم. أهل اللغة يقولون هذا الكلام ليس على صراحته، وأنها استعارة. أطلق ريحكم وأراد بها قوتكم وعزتكم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم ومكانتكم، فأصبح الجميع ينكلبون عليكم ويضربونكم ويأخذون خيراتكم. لماذا يا رب؟ بسبب هذا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالقوة عماد أي مجتمع، الاتحاد عماد أي مجتمع. إن هذه الذرات من الرمل الضعيفة التي تحركها الرياح يمنة ويسرى، إذا اتحدنا جميعا أصبحوا جبلا أشما يناطح السحاب. هذه الرمال ماذا؟ تصبح إن اتحدت جبالا شوامخ. وقطرات المياه التي نراها الآن إن اتحدت أصبحت سيلا جارفا يحذف ويضيع ويهلك كل ما يمر أمامه. وإن الأيادي إن اتحدت وتكاثفت بنت الأسر والمجتمعات ونهضت. لماذا؟
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لذلك هذا الرجل الحكيم لما شعر باستقبال أجله جمع أولاده حوله، ولعل الجميع يعرف هذه القصة، ثم أمر أن يؤتى بحزمة حطب، ثم دعا أولاده أن يحطموها فما استطاعوا، ما استطاع أحد أن يحطم هذه الحزمة من الحطب، فأمر بها أن تحل فحلت، ثم أعطى كل واحد منهم عود وأمره بتكسيره فكسره، فقال لهم: كونوا جميعا يا بني، كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خض ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. إذا اجتمعت الأسرة والعائلة والبيت والوطن لا تعتريها الضعف، بل تتكسر كل قوة أمام قوة اجتماعهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عند الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وقف فينا عمر خطيبا فقال: أيها الناس، إني أقف الآن بينكم كموقف رسول الله بيننا. أنا الآن أعيد المشهد الذي رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إني أقف الآن بينكم كموقف رسول الله بيننا. فقال: عليكم بالجماعة، أي بجماعة المسلمين، اتحاد المسلمين، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان من الواحد ومن الاثنين أبعد. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان من الواحد ومن الاثنين أبعد. والعبد العاقل هو من يقدم مصلحة المجتمع كاملا على مصلحته، فيتنازل إن أخطأ فيه جاره، ويتنازل إن أخطأ فيه أنسابه، ويتنازل إن أخطأ فيه أقاربه. لماذا؟ لاجتماع كلمة المسلمين وقوتهم. النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يوصي معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه ومعه أبي موسى الأشعري، فيقول لهما: تطاوعا ولا تختلفا. إذا كنتما في طريق تطاوعا، لينوا مع بعضكم ولا تختلفا. لماذا؟ لأن الخلاف يسقط المجتمعات، الخلاف يوهن الضعف في الأسر والمجتمعات. لذلك عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. إذا افترق وإذا دب النزاع جاء الخصوم والمبغضون وأشعلوا الفتن بين الطرفين، فهذا ينقل له السوء وهذا ينقل له السوء حتى تعود الحرب كرة. والله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأين الصلح؟ لا صلح. إذا دب خلاف بين الأخ وأخيه لا يجد أحد يقف بينهما يصلح بينهما. إذا دب الخلاف بين عائلة واحدة لا تجد من يصلح بينهما. إذا دب الخلاف في أسرة واحدة بين رجل وامرأة لا تجد من يصلح بينهما. والله يوصينا ويقول: فأصلحوا، بواو الجماعة تفيد الجمع، أنه واجب على كل واحد منا أن يصلح إذا وجد الفساد. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وعليك أن تقف مع هذا الجمع. هو يقول: وإن طائفتان بالمثنى من المؤمنين اقتتلا، هذا هو المفروض في غير القرآن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وهما مثنى، فكيف ذلك؟ لأنه إذا دب الخلاف لم تعد طائفتين، أصبحت الطوائف مئات الطوائف. ساعة الفتنة يبدأ النزاع بين فلان وفلان، رجل وامرأته، أخ وأخيه، عائلة وأخرى. لكن إذا دب النزاع واشتعل أصبحت هذه الأطراف متناحرة كثيرة، فأصبحوا كثيرا فقد اقتتلوا بواو الجماعة. فالعاقل من يقدم المصلحة العامة ويؤلف ويجمع الكلمة. أيها المباركون، في الحقيقة المؤلمة أنك إن أردت أن تقف على افتراق المسلمين وجماعات المسلمين
لا ترى أدق من الغرب وصفا له. لماذا؟ الاستشراق الغربي الآن غزا الوطن العربي، وهذه حقيقة لا مرية فيها. إذا أردت أن تعرف فرق المسلمين عليك بأبحاث الغرب، ينعتون كل جماعة من جماعات المسلمين وأنواعها. التيار الواحد ترى فيه 50 تيار آخر. الذي يصف وصفا دقيقا هم الغرب. يقول لك السلفية الآن في مصر 7 أنواع، المداخلة 5 أنواع، وسلفية الحزبية السياسية كذا وكذا، وسلفية كذا. تراهم يدققون الوصف دقيقا ويعرفون نقاط الثغرات بين كل طائفة في التيار الواحد. نقاط الخلاف بين السلفية المدخلية والجامية كذا وكذا وكذا، ونقاط الخلاف بين السلفية المدخلية والسرورية كذا وكذا. لماذا يدرسون هذه التيارات برغم أن السلفية تيار من تيارات المسلمين، والإخوان والتبليغ والصوفية مئات الطرق الصوفية ونقاط الخلاف بينهما؟ لماذا هذه الدراسة؟ لأنهم يحتاجون إليها يوما ما لإشعال الفتن بين كل الطوائف. الآن قويت قوة التيار السلفي الفلاني، فيمول التيار الآخر ويعطى الأموال وتطبع له الكتب ليصبح له شوكة فيغلب عليه، ويظل هذا التناحر بين المسلمين بين الطائفة الواحدة. وماذا نصنع يا رسول الله؟ اصنع ما أمرك به رسول الله وما أوصى به حذيفة بن اليمان حينما قال عليك بخاصة نفسك. يقول عمر في الحديث الذي وقف على المنبر عليكم بجماعة المسلمين وإياكم والفرقة، فإن المؤمن الذي تبكيه خطيئته وتسره حسنته. المسلم الحق من؟ الذي تبكيه خطيئته، لا ينشغل باقتحام تيارات مختلفة وأنواع مختلفة ليصبح متعصب لهذا التيار وهذا التيار، ثم إذا أراد الغرب أن يسقط الأوطان مول هذه التيارات، وكل تيار منهم يعتقد أنه على المنهج الحق وأنه يتبع الكتاب والسنة وأن غيره مبتدع فيعطي. الآن واقعنا الآن كيف سقطت الأوطان من حولنا بهذه النعرات. بهذه النعرات كانت في سوريا بين السنة والشيعة، والآن بين السنة والأدراس، وهكذا إذا أرادوا إسقاط مجتمع دبوا فيه الفتن. وماذا نصنع؟ اصنع ما أوصاك الله به، واعتصموا بحبل الله جميعا. حبل الله كتاب الله وسنته لا إضافة لها، كتاب الله وسنته. الله صلى الله وسلم نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه حينما يدخل المجتمع المدني يجده في أصعب ما يخطر على بال عاقل، أمر صعب جدا يواجهه رسول الله. يدخل يرى يهود، اختلاف الأديان، يهود مع مسلمين، يرى أوس وخزرج متناحرين، قبائل، عنصرية قبلية بين أوس عرب وخزرج عرب، ثم يأتي المهاجرين مع الأنصار مغتربين مع وطن أصحاب وطن. ما هذا الصعب الذي يقابله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه؟ مجتمع مختلف الأديان، مختلف الشعوب والقبائل، مختلف الأجناس. ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم وبارك عليه؟ يؤلف وربنا معه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فماذا يصبح بعد ذلك حال المؤمنين؟ يصبحوا كلمة واحدة. ربنا يدون ذلك في كتابه ويقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وتكلم عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم يوصينا نحن جميعا فيقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. حالنا نحن أن ندعو لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من سلف هذه الأمة المباركون. أيها الكرام، إن الاتحاد والاجتماع يعطي البركة في البيت، بل يعطي البركة في الطعام، كما في الحديث الصحيح لما جاء وحشي بن حرب للنبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وقال يا رسول الله إننا نأكل ولا نشبع، طعامنا لا يكفينا يا رسول الله. فقال المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه لعلكم تفترقون.
قال نعم يا رسول الله. كل واحد يأكل لوحده؟ قال نعم يا رسول الله. قال فاجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. فاجتمعوا فبارك الله لهم في طعامهم. حتى في الأكل والشرب إذا كان اتفاق في الأسرة لميعاد الطعام والشراب يبارك لكم. وحشي يشكو لرسول الله هذا ويقول يا رسول الله نأكل جميعا، نأكل كل واحد منا ولا نشبع. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أن هذه الأسرة لا تجتمع على طعام. فقال لعلكم تفترقون يا وحشي؟ قال نعم يا رسول الله نفترق، كل واحد يأكل لوحده. قال لا، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. فاجتمعوا فبارك الله. فإذا اجتمع البيت الواحد على طعامه كان البركة، وإذا اجتمعوا على الكلمة كانت البركة، وإذا اجتمعوا على المحبة كان البركة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أقول قولي هذا وأستغفر لكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله إحسانه والشكر على توفيق امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلاة وسلاما عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه الرسول المصطفى والنبي المجتبى يلفت أنظارنا لتشبيه عظيم عجيب، ولعلنا نحفظ هذا الحديث جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم وبارك عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اسمع كيف شبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أفراد المسلمين. كأني أنا المسلم الآن الذي أشكو من ألم يشعر به أخي الذي في مشارق الأرض، الذي يتألم في الغرب يشعر به الذي في الشرق. لماذا؟ لأننا كالبنيان كالجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فما بالنا نحن في مجتمع واحد لا يلقي بعضنا بعضا على بعض السلام. لماذا؟ لأن هذا ينتمي إلى هذا التيار، وهذا متخانق مع فلان الفلاني، وهذا مع كذا. لا نلقي على بعضنا السلام. ونبينا يقول: نحن معاشر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نتألم إذا اشتكى أخ لنا في آخر الأرض، نتألم، يصيبنا السهر والألم والحمى. بماذا؟ بي أنا؟ لا والله، بغيري، بأخي. فعليكم بجماعة المسلمين واتحاد كلمتها. وإن أولى الناس بهذا الأسرة أيها الكرام، وهذا ندندن عليه ونكرره: الأسر. فإن حاجة الغرب إسقاط المجتمعات أن تفرق داخل البيت، فإذا افترقت البيوت وقعت الأسر، وقعت المجتمعات. ونحن الآن نمر بأزمات كبيرة. الله عز وجل ما ترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا وضحها وبينها. يقول لنا في خلاف الأسر: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فطلقوهن. ماذا نصنع يا رب إن كرهتموهن؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول للزوج: إن كرهتها لا تتعجل، ولكن اصبر عليها. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فماذا إن أصرت على خطئها يا رسول الله؟ ماذا إن أصرت على خطئها يا ربي؟ ماذا نصنع؟ قال: فعظوهن. مش اضربها في الشارع ويكتب عليها منشورات في النت، ولا ابعت لاصحابك في المواقع مش عارف ايه، او اكتب منشور ما يقول يهوي يشتم في اهلك ونسايبك. زي ما بنشوف واقع مرير، واقع مجري. نحن المسلمين أليست هذه وصايا ربنا من فوق 7 سماوات يوصيكم بها؟ لا يوجد كتاب الآن في هذه الوصايا التي أوصى بها ربنا، ونحن نترك كلام ربنا ونرجع الأهواء. النهارده مع أول خلاف أسري تلاقي المنشورات يشتموا ببعض، هذا يلمح وهذا يلمح وهذا يصرح وهذا يصرح، مخالفا بذلك أمر الله. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أليس هذا كلام ربكم؟ فلما تتركون كلام ربكم؟ فماذا إن وقفت أمام ربك يوم القيامة وكان النبي خصيمك بما كتبت عن أهلك وأقاربك وعن أنسابك؟ وربنا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن أبت إلا المخالفة فعظوهن، فإن أبت إلا المخالفة فاهجروهن في المضاجع. عرفها أنك زعلان منها فخذ جنب، نم على نفس الفراش نعم، لكن أعطيها ظهرك، بين لها أنك غضبان من أفعالها.
مش معاه المشكله نتصل بالنسايبنا والحقونا واتصل بالناس في البلد وتعالوا ده عملت وقالت. اصبح واقع مرير. هذه امه محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. هذه الامه المباركه. ما الذي دب في هذه الامه حتى ضاع عقولها فاصبحنا نشاهد اتحاد غير المسلمين واسرهم، ونحن الذين في كتابنا كل صغيره وكبيره اصبحنا بهذا الوضع المشين. فان كرهتها وفارقتها فاضربوهن. اضربها ازاي؟ اجيب شومه زقه بس بسيطه كده اعرفها انك زعلان. ما ضرب رسول الله قط لا امراه ولا خادم، ولا بس يعني عرفها انك انت زعلان منها. فان ابت فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. مش تجري على اسم الشرطه معاه مشكله تلاقي جري. الراجل يشكي حماه، والبنت تشكي جوزها، والاخ يشكي اخوه، والحما تتبلى على مرات ابنها. ايه اللي بيحصل ده؟ هذا مجتمع مسلم؟ هذا مجتمع فيه قرآن وسنة؟ هذا مجتمع ما ترك كبيرة ولا صغيرة في الحياة الأسرية إلا وذكرها؟ ما الخط؟ مشاكل في اسم الشرطة أغلبها كلها أسرية، كلها أسرية، بين سبات ومنشورات تشتم بعضها، وبين فلان يدعي أنه فعل كذا وكذا. فإن أبيتم فابعثوا حكما كما قال ربكم. بعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وكررنا ربنا ما قالش ابعثوا رجل، قال ابعثوا حكم أعقل واحد يعرف يحل المشاكل. بعثوا حكما عاقل، مش واحد ينقل الكلام ويوقع الدنيا ببعضها ويشعل الناس الفتن. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طب ما ينفعش، مش نافعين، خلاص يا سيدي. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. خلاص لو وصلنا للطلاق خلاص الانسان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ما تجريش على المحامي يقول لك يا عم ولا فيها حاجه، ده انا هجيب لك كل ده، انا هجيبه لك الان على وشه، ده انا هعمل لك فيه واسوي لك فيه. ما لازم يقول لك كده. عمرك ما تروح المحامي وانت مدان مليون مره، عمر المحامي يقول لك ده انت مدان، يقول لك لا ده سهله خالص، المحضر في صالحك ان شاء الله، اعتبر الموضوع خلصان، ادفع بس اتعاب والموضوع خلصان ان شاء الله. ما ده اكل عيشه، ما اكل عيشه ده. مش هيقول لك انت موقفك ضعيف، ده يجيب لك الحبس ويقول لك ما تخافش، الحبس في مصلحه لك ان شاء الله، اصل انت ما اتحبستش قتلوك بره. ما تجريش على المحامي وتخالف كتاب ربنا. روح لحد يحكم. ان يتفرقا يغني الله من كل من سعته. طيب تفرقنا وطلقنا نشتم بعض؟ لا والله. ربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. ما تنساش انك كانت مراتك في يوم من الايام، ما تنساش ان اخواتها اخوال عيالك، ما تنساش الفضل هذا، ما تنساش اللي كان في بينكم وبعض عشره، كان بينكم وبعض ميثاق غليظ ما عبر في القران الا في التوحيد. وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض. يقول لك عيب، ربنا بيقول لك عيب، ده كشفت عليك وشفت منها اللي ابوها نفسه ما يشوفوش. وقد افضى بعضكم الى بعض، عيب. بتكون وضعها كده معاك وتطلع تشتكيها، تضربها وتكتب عليها منشورات. بقى انت ترضى بنتك تروح مع راجل وتقعد معاه وتتكشف عليه وفي الاخر تشتمه وتهزقه وتقعد في كل مكان عمال تشهر بيه. ربنا بيقول لك كده اهو ولا تنسوا الفضل بينكم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أيها الكرام، إذا اتحد الأسر واتبعت كتاب ربها نات البركة في بيتها ومجتمعاتها، وإذا اختلفت دب علينا عدونا فأخذ